قطر الذهب انطلق واخبار حلوه للجنيه. دي لمحه بسيطه عن اللي هيحصل في مصر بعد قرار الفيدرالي الامريكي بخفض الفايده. بس ازاي القرار ده في صالحنا؟ وجرام الذهب هيبقى بكام؟ والدولار سعره هيبقى قد ايه؟ لأول مرة من 4 سنين الفيدرالي الأمريكي بيعلن تخفيض الفايدة على الدولار بنسبة 0.5%، واحتمال يبقى في تخفيض تاني قبل نهاية السنة كمان. وطبعا انت بتسأل ليه أمريكا بتخفض الفايدة عندها؟ احنا في مصر علاقتنا ايه بقى؟ ببساطة أمريكا أقوى اقتصاد في العالم، ونفس الحال للدولار برضه، علشان كده لما رفعت الفايدة الفترة اللي فاتت ده زود من قيمة الدولار أمام باقي العملات، والبنوك المركزية في باقي دول العالم اضطرت ترفع الفايدة هي كمان علشان تحافظ على عملتها وتمنع خروج المستثمرين. وعشان كده أول حاجة تسأل عليها بعد تخفيض الفايدة هو تأثير ده على سعر الدولار وكمان سعر الذهب. وحسب أشرف غراب الخبير الاقتصادي، خفض الفيدرالي الفايدة ليه تأثيرات في صالح الذهب اللي أكيد سعره هيزيد الفترة اللي جاية. وطبعا سعر الذهب عالميا تخطى 2500 دولار للأوقية وسط توقعات بوصوله لمستوى 3000 دولار للأوقية، وده مع استمرار خفض الفايدة. وفي الاقتصاد العالمي في قاعدة بتقولك إن الذهب عكس الدولار، يعني قيمة الدولار تنزل والفايدة عليه تقل بسرعة، المستثمرين يحولوا فلوسهم على الذهب فالطلب عليه يزيد وسعره يطلع. وطبعا سعر الذهب في مصر مربوط بثلاث حاجات: السعر في البورصة العالمية، وسعر الدولار أمام الجنيه، وحجم العرض والطلب. وببساطة كده زيادة سعر الذهب عالميا معناه زيادته في مصر. وفي توقعات بوصول سعر الجرام الواحد عيار 21 إلى 4000 جنيه نهاية السنة. ده هيبقى خبر حلو لكل اللي اشترى ذهب بأسعار عالية في أزمة الذهب اللي حصلت أول السنة. كمان خفض الفايدة على الدولار هيقلل من قيمته أمام العملات التانية. بس هل بنتكلم عن انهيار في الدولار؟ الخبير الاقتصادي مدحت نافع قال إنه هيحصل ارتفاع نسبي في سعر الجنيه امام الدولار، يعني الوضع هيتحسن بس ما نستناش فارق كبير قوي. وفي فايدة تانية لمصر وهي انخفاض تكلفة الديون، لان انخفاض سعر الفايدة عالميا معناه ان انت لما تحب تقترض الفترة اللي جاية هتدفع فايدة اقل. ودلوقتي بقى نيجي للسؤال المهم: انت لو معاك قرشين تعمل بيهم ايه؟ لو سيولة مركونة جنبك ومش هتحتاجها قريب يبقى تشتري ذهب. وخد بالك وانت بتشتري ذهب للادخار الافضل انك تحط في القطع اللي مصنعيتها قليلة، وعلشان تريح دماغك خالص اشتري سبايك بأوزان متوسطة وصغيرة. في الحالة دي هتبقى وزعت فلوسك بحيث لو اتزنقت لا قدر الله واحتجت سيولة في أي وقت تقدر تبيع اللي يسد حاجتك وبس، وما تضطرش تبيع أوزان كبيرة والسوق نايم فتخسر فيها. وبعد السبايك ممكن تشتري العملات الذهب زي الجنيه والنص جنيه، وتقدر برضو تشتري ذهب مستعمل، بس لو هتعمل كده لازم تشتريه من تاجر ثقة، لأن اللعب في الحتة دي كتير جدا وممكن يضحك عليك. ونادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا توقع ارتفاع سعر الذهب المحلي بشكل تدريجي خلال الفترة اللي جاية نتيجة تأثيره بالأسعار العالمية. انت بقى تتوقع الذهب هيوصل لكام؟ والدولار برضو هيسجل كام بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفايدة؟ اكتب لنا في التعليقات.